انا مش كنت شاطره خالص ولا بعرف اتكلم مع حد، بس في 3 حاجات خلوني اكون شاطره دراسيا واكون واثقه من نفسي، وكمان اكون شخص اجتماعي وبعرف اتكلم مع ناس، وغيرت حياتي 180 درجه. اول حاجه الكتب بس مش بتحسن الذات، لا دي بتعرفك حاجات كتير انت عمرك ما تعرفها، لا دي كمان بتزود تركيزك وتقوي الصحة النفسية وتبعد عنك القلق والاكتئاب اللي بيسببه التليفون اللعنة. تاني حاجة بدأت أجبر نفسي إن أقوم وأعمل مهامي، والحاجة اللي بتخليني أقوم إني لازم أقوم علشان محدش هيقولي يلا تعالي شوفي شغلك ولا شوفي دراستك ولا شوفي حياتك، وبالعكس كل اصحابك وكل الناس عايزين يخلوك زي ما انت، عايزين يخلوك ما تقومش، عايزين يخلوك فاشل. وكمان بفتكر طموحاتي، بفتكر نجاحاتي، بفتكر الحاجات اللي انا عاوزه اوصلها، دي الحاجات اللي بتخليني اقوم بجد. تالت حاجة اتعلمت فن المحاولة والتدوين، ولو في حاجة مش قادرة اعملها بحاول اكتر من مرة علشان اقدر اعملها بشكل كويس، ولو مش عارفة اذاكر احاول واجرب كذا طريقة علشان اوصل للطريقة الكويسة اللي هتفيدني في المذاكرة. اي حاجة هتعملها في حياتك لازم تطبقها بالاستمرارية والمحاولة. لو بدأت كتاب، لو بدأت اي حاجة خلصها حتى لو انت تعبان ومش قادر. الفرق ما بين الشخص الفاشل والشخص الناجح الاستمرارية والمحاولة، والحاجة اللي خايف تعملها لازم تعملها. هو انت اصلا اكتر حاجة هتنجحك هي اكتر حاجة خايف منها، الحاجة اللي خايف منها اعملها، زي مثلا انك تروح انترفيو او تقف على المسرح قدام الناس، دي الحاجة اللي هتنجحك. اخر حاجة اتعلمت اني ادون يومياتي، ان اكتب الايجابيات والسلبيات. لما بكتب السلبيات بتخليني مش اعمل الحاجات دي مرة تانية. اتعلمت اني لازم انظم وقتي، اكتب التودو ليست او الجدول الاسبوعي علشان اعرف انظم وقتي. بس كده وشكرا.